السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أصدقائي؟ عاملين ايه النهاردة؟ إن شاء الله التمرين رقم 37. وزي ما وعدتكم كل يوم إن شاء الله هنزل لكم تمرينة في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. البرنامج ده بيتنفذ على فئة 11 إلى 15 سنة. طبعا بيطور مستواهم في وقت قليل جدا، وعشان تضمن تطوير مستواهم لازم تتابع قياسات السباحين اللي معاك. عايز اقول لك ان انا كل يوم هتلاقيني بنزل لك تمرينه، بس قبل ما اتكلم في التمرينه بتاعت النهارده في 3 نقط مهمين لازم ناخد بالنا منهم. اول نقطه، لازم السباحين اللي معاك يكون معمول لهم كشف دوري ومطمن على حياتهم الصحيه، ومتاكد ان انت لو نفذت عليهم البرنامج واشتغلت معاهم على الحمل البدني ده مش هيأثر عليهم تأثير سلبي. النقطة التانية والمهمة إن ضروري أوي إن السباحين يكونوا عارفين يعني إيه هاي تكنيك، عارفين جميع مهارات السباحة، عارفين جميع المهارات بتاعت الأربع عومات، عارفين يعني إيه دريلات، علشان ما يعطلوش الكابتن اللي معاهم في إن هو يشتغل معاهم على تطوير المستوى. النقطة التالتة والمهمة إن قبل السباحين ما ينزلوا ياخدوا التمرينة بتاعتهم ضروري أوي يعملوا إحماء أرضي. دراي لاند ستريتشنج ده بيساعدهم برضو في ان هم يشتغلوا على الوحدة التدريبية ويحققوا افضل النتائج. الوحدة التدريبية بتتكون من مجاميع اساسية، والمجاميع الاساسية بداخلها مجاميع فرعية. عندنا المجاميع الاساسية بتبقى الورم اب والبري مين والمين سيت والريكفري، والتوتال النهارده 1900. قبل برضو ما اتكلم عن الورم اب وابدا اشرح لك المهارات اللي موجودة جوه التمرين او المجاميع اللي موجودة وبتتكلم عن ايه وايه الاهداف بتاعتها، عايزك تركز في نقطة مهمة قوي، إن السباحين اللي معاك أولا ما ينفعش توقفهم وهم عايمين. السباح بياخد المسافة بتاعته كاملة، وبعد ما ياخد المسافة بتاعته كاملة أثناء الراحة أنت بتبدأ تشرح له الخطأ. لو عايز تقيس للسباحين اللي معاك، قيس للسباحين اللي معاك بس التكنيك بتاعهم لو بيقع بعد ال25 أو بعد ال50 أو بعد ال100 أو بعد ال200 أو ال400، شوف التكنيك مكمل معاك لحد فين، وهنا بتسجل القياسات. أما التكنيك لو بيقع يفضل بلاش قياسات. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن التمرين رقم 37. الورم أب عبارة عن 400 متر، 50 حرة و50 باك، يعني 16 مرة السباح بيروح ويجي فيهم. احنا شغالين التمرينة بتكون ساعة. نقطة مهمة جدا برضو ان التمرينة اللي بتكون ساعة دي مهمة قوي ان احنا نركز في نقطة، ان احنا شغالين على حمام سباحة 25 متر مش 50. مفيش مشكلة ان الحمام يتطبق، البرنامج يتطبق على حمام سباحة 50، ولكن في بعض الامور بنراعيها. لو انت مدرب واقف على حمام سباحة 50 وبتنفذ البرنامج ده، تواصل معايا وهقولك على كام تكاية كده هيفرقوا معاك جدا في مستوى السباحين. اما بالنسبه للي احنا شغالين فيه، احنا شغالين على حمام سباحه 25، وده طبعا كفيل ان هو يؤهل السباحين ان شاء الله لمستويات كويسه جدا. زي ما قلت لك الورم اب 400 متر، ف 50 حره و50 باك. السباح بيروح ويجي 16 مره، بيعمل 16 ستريم لاين و16 بريك اوت. اما بيعمل الترنات بيعمل 15 ترن. مهم قوي ان السباح يركز في الترنات بتاعته، يركز في الاستريمات، ويركز في الانتقال من عومه لاخرى. ده طبعا بيخلي فيه انسيابية وديناميكا عالية جدا ما بينه وما بين المية، وده بيساعده في ان هو يتحرك في المية بشكل سريع، وان هو مستواه يتطور في وقت قليل جدا. ال 400 متر ممكن يتعاملوا معاك لو لسه ناشئين 11 سنة. يعني أقل مدة ممكن تكون سوري في أقل مدة بتكون 5 دقايق، أقصى مدة بتكون 7 دقايق. البريمين عندنا بيكون عبارة عن 200، ودي بداية الدخول في أهداف التمرين. عندنا التمرين اللي فات كنا شغالين على دريلات الدولفين، النهاردة هنشتغل على دريلات الباك. المرة الجاية هتلاقي البرنامج بيتكلم في دريلات البريست، المرة اللي بعديها بيتكلم في دريلات الحرة. بعد كده البرنامج بيبدأ يتكلم في ترينات المتنوعة بشكل عام. النهاردة عندنا 8 في 25. دريل باك 90% الشدة والراحة 30 ثانية. دريلات الباك 8 في 25 شدة 90. أنا عايز أقولك إن دريلات الباك كتيرة قوي. ممكن نبدأ بالرجلين بدراع واحد، بدراعات الاتنين، نشتغل على التوافق، نشتغل على الانسيابية، نشتغل على التايمنج، نشتغل على حاجات كتيرة قوي. فأنت نظم التمرينة بتاعتك وخلي السباح يبقى عنده دراية كافية بالتمرينات والدريلات، لأن طبعا احنا قلنا قبل كده إن الدريلات هي تمرينات داخل الماء لتحسين أداء العومة. طبعا كل ما بتدي دريلات كتير تأكد ان التكنيك بتاع السباح بيتطور بشكل كبير جدا. هنخش على المين سيت عبارة عن 1200 متر. ال1200 عندنا هما 3 مجاميع. أول مجموعة 12 في 75 حرة، لاست 25 بيلد أب 12 متر ونص سترونج فينش. السباح بيكون مش يعني هو مش ايزي، بس السباح بيكون قايم بشدة قليلة. يعني مثلا ممكن يعوم 70 80%، وبنبدأ في ال25 الأخيرة بيلد أب. السرعة بتاعت السباح بتبدأ تزيد لغاية لما يوصل الفينش اللي هو آخر 12 متر ونص، بيكون سترونج فينش أول أوت فاست سبرينتر. سميها زي ما تسميها، المهم إن هو بيطلع كل اللي عنده في آخر 12 متر ونص. ايه الفكرة في ده يا كباتن؟ الفكرة في ده إن إحنا بنعود السباح ان هو التكنيك بتاعه ما بيتغيرش في الايزي والمودريت والسترونج او السبرنت.
فطبعا احنا بندي مجاميع كتيرة براحات برضو بتكون مظبوطة. ده بيساعد السباح ان هو مستواه يثبت، او التكنيك بتاعه يثبت اثناء العوم بقوة او العوم بسرعة. فاحنا بنبدأ معاه من اول ما يكون السباح لسه بيقول يعني 80% سرعة، يعني تكنيك، يعني دراع عالي، يعني جسم عايم بالراحة، يعني مركزين في اقل عدد شدات. 25 الأخيرة هي البيلد أب، بنبدأ نزود السرعة، نزود 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 لغاية لما نوصل إن احنا يبقى الفينش بتاعنا 12 متر ونص قاتلة. المجموعة التانية يا شباب عندنا 4 في 50 كيك فري ويز فانز بورد، 90% الشدة والراحة 30. قلت لك المجموعة دي هتكرر معاك كتير قوي، وهتلاقيها موجودة من أول البرنامج لغاية آخر البرنامج، ودي بتخلي عندك بيزك رجلين وبتخلي السباحين مستواهم يتطور بشكل كبير قوي. وده بيساعد إن السباح يكون فاهم يعني إيه تردد رجلين، وفاهم يعني إيه تيمبو كيك أو كيك تيمبو. وده بيساعده في إن هو يمسك مية كويس أثناء بعد كده لما يخش على الدراعات أو العومة كاملة. طبعا ضربات الرجلين عليها عامل كبير جدا. هتلاقي المجموعة دي بتتكرر بشكل كبير، ممكن تكون 4 في 50، 8 في 50، 8 في 25. هم من لازم كل المجموعات هيكون لا تخلو من ضربات الرجلين. الشدة 90. طبعا السباح بيكون راسه بره المية، شايد ايده على البورد، راسه ثابتة، ضربات رجلين ولا اندر ولا اوفر، مظبوطة على المية، كعب رجله بس هو اللي بيطلع، بندوس على المية على قد ما بنقدر. خلي السباح يمسك مية برجليه ويخليه 4 في 50 الراحة بتاعتهم 30. برضو بندي نصايح للسباح، لو عايم كويس بيقول له عايش، لو عنده مشكلة بنعدلها له. أما المجموعة الرابعة التالتة النهاردة هي مجموعة السبرنتات، هي 4 في 25، 2 بريست و2 باك ويز دايف فاست 100%، الراحة 45. سوري. ده طبعا البريست احنا قلنا قبل كده ان السباح يقف على الستارت الدايف، بينط ستارت، بيعمل ستريم لاين 1 كيك دولفين، بعد كده بيعمل شدة، بيعمل رجوع لإيده مع الكيك اللي هي البريك أوت بريست، يطلع السباح يعلق ويرمي. وأثناء الرمية في حركة بالوسط بتتعمل، شرحتها قبل كده، قلت السباح لو مش فاهم المهارة دي اديله دريل دراعات بريست مع وسط دولفين، ده هيفهمه يعني ايه وسط دولفين مع الدراعات. مهم أوي إن السباح يشتغل على الحتة دي. بعد كده الجلايد بتاع البريست يكاد يكون عدى أو أقل. الجلايد في السبرنت بيكون قليل جدا. بعد كده بنشتغل 2 باك برضو فيها الستارت باك، ستريم لاين باك، بريك اوت باك. بعد كده السباح لازم يفهم يعني راسه تكون ثابتة، في روتيشن وبادي رول في جسمه، في سايد كيك في العومة. كل ده لازم يتطبق بشكل كويس تمام. وبعد كده لو الحبل بتاع الباك مش موجود عندك على حمام السباحة، غير الباك بسبرنتات حرة أو سبرنتات أي حاجة. ولكن خد بالك إن السباح طول ما هو عايم باك في احتمال ولو يعني 1% إن السباح ده ممكن يحصل له إصابة لو الحبل بتاع الباك مش موجود. عود السباحين إن هم أول ما يشوفوا حبل الباك لازم يعد عدد الكاتشات بتاعته ويفنش على الباك. الريكفري عندنا 100 ايزي، وانا بفضل في الايزي الباك بريست، لان ده طبعا افضل حاجه بتخلي السباح يتنفس كويس، النفس يرجع طبيعي والنبض يرجع طبيعي، ونتجنب اي اصابات او شد عضلي. وده بيساعدنا ان شاء الله ان احنا يعني نطلع من التمرينه جسمنا هادي والدنيا معانا تمام ومفيش اي مشاكل. التوتال بتاع النهارده 1900. تمرين النهارده جميله، والبرنامج بدأ يخش في الجد. ركزوا معايا الفتره اللي جايه يا شباب، تابع السباحين اللي معاك وتابع قياساتهم وقول لي وصلت معاهم لايه. مهم أوي زي ما قلت لك في أول الفيديو إن أنت تقيس على 25 وعلى 50 وعلى 100 وعلى 200 وعلى 400. بعد كده السباح بيتطور معاك، بس اوعى تقيس يا بطل على تكنيك غلط. أول ما تلاقي التكنيك بتاع السباح بيقع، ارجع بالقياسات شوية واشتغل على التكنيك كتير، ارجع قيس تاني، وافضل شغال مع السباحين اللي معاك كده واحدة واحدة لغاية لما إن شاء الله مستواهم يتطور، وفي أول بطولة أو في أول منافسة أو في أول مواجهة حقيقية بأمر الله هتحقق نتيجة كويسة. تابعني الفترة اللي جاية، زي ما قلت لك بنزل لك كل يوم تمرين. اشوفكم بخير ان شاء الله في التمرين رقم 38. السلام عليكم ورحمة الله.